قصة مسلسلنا النهاردة حلوة جدا جدا جدا، بس محتاجة منكم شوية تركيز. قبل ما ابتدي ملخصنا ياريت تصلوا على النبي، ولو انتوا مش مشتركين في القناة او مش عاملين لايك فلازم تنزلوا دلوقتي حالا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتركزوا بقى معايا في تفاصيل المسلسل، لان قصته حلوة جدا. بتحكي عن بنت سافرت بالزمن ل 1998 علشان تقابل حبيبها اللي توفى في 2023، ومش هحرق عليكم الأحداث أكتر من كده، ويلا بينا نبتدي ملخصنا. بتبدأ أحداث المسلسل سنة 1998 لما بتكون البنت ديت اللي اسمها كون من جو قاعدة في محل شرايط الموسيقية وبتسمع أغنيتها المفضلة، والولد اللي معجب بيها واقف وباصص عليها من بره. أنجيو بيجي صاحبه اللي بيكون اسمه سوهيون نيم وبيقوله لحد امتى كده هتفضل باصص عليها من بعيد، وبياخده وبيدخلوا المحل. اللي أول ما بتشوفهم منجو بتتوتر جدا لأنها في الأساس شخصية انطوائية وخجولة جدا. بيسألها بقى سوهيون نيم صاحب الولد اللي معجب بيها عن ألبومات الروك، وهي بتكون مرتبكة جدا وهي بترد عليه، وبيستغرب جدا سوهيون نيم ليه بتتكلم معاهم بطريقة رسمية رغم انهم في نفس الفصل. وللأسف بقى الألبوم اللي بيكون بيدور عليه مش بيكون موجود، فبيعجب جدا بالألبوم اللي هي بتسمعه، فبتقوله هو مش موجود دلوقتي بس هتقدر تسيب رقمك ورقم تليفونك ولما يكون موجود هنكلمك. هو هنا بيشوف ان دي فرصة مناسبة علشان يقرب صاحبه ليها، وبيقول لصاحبه أنجيو ايه رأيك تكتب رقمك انت، لكن صاحبه بيرفض وبيقوله بما ان انت اللي هتشتريه يبقى انت اللي تكتب رقمك. وتاني يوم بقى وهم رايحين على المدرسة للأسف منجو الباص بيفوتها، فبتقابل الاتنين وهم رايحين المدرسة على الطريق، فسوهيون نيم بيستغل الموقف للمرة التانية وبيخلي صاحبه أنجيو يوصلها، لكن بقى للأسف بيوصلوا متأخر وطبعا بيتعاقبوا وبيتذنبوا في حوش المدرسة. والمدرس طبعا عارف أنجيو وسوهيون نيم لأنهم دايما بيعملوا مشاكل وهم كمان بيكونوا موجودين في نفس الفصل، المدرس ده مسؤول عنه. ولما بيسأل منجو في أنهي فصل بيضحك عليه سوهيون نيم وبيقوله معقولة مش عارف طلبة فصلك دي معانا في نفس الفصل. طبعا المدرس ما يعرفهاش بسبب ان هي شخصية انطوائية جدا وملهاش اي علاقة باي حاجة في الفصل او في المدرسة عموما، وكمان منعزلة وما عندهاش اي اصحاب. ولما مدرس الكيمياء بيكون مجموعات مكونة من 3 طلاب، للأسف منجو بتكون لوحدها كالعادة لان هي ما عندهاش صحاب، طبعا بيروحوا لها الاتنين علشان يكونوا معاها، وطبعا سوهيون نيم بيعمل كل ده علشان يقرب صاحبه ليها. وبعدين بقى احداث المسلسل بتنقلنا ل 2023 وبتظهر بقى معانا جونيا وهي رايحة على شغلها، اللي صاحبتها بتفكرها ان خلاص قريب عيد ميلادها وبتسألها ازاي هتحتفل بيه، ومن غير ما تقصد بتقولها يعني بما ان ده اول عيد ميلاد هتقضيه وانت لوحدك. جونيا بتزعل جدا من الكلام ده لكن مش بتبين، وبتسيب المكتب بعد ما بتخلص شغلها وبتمشي وبتروح بقى ذكرى وفاة حبيبها اللي توفى من سنة، وبتفتكر وهي قاعدة لما اتخانقوا لان هي كانت عايزة تسافر امريكا وهو ما كانش موافق. الموضوع كان صعب عليه جدا، هو كان بيقول لها انا ما اقدرش ابعد عنك اسبوع او اسبوعين، ازاي عايزه تبعدي عني سنه. بتزعل طبعا وبتسيب الجنازه قبل ما بتخلص بتخرج وراها اخت حبيبها اللي توفى وبتقول لها مشيتي ليه، بتقول لها اعذريني بس انا لحد دلوقتي مش مصدقه ان يون جون مات ادام انا ما شفتش جثته بعيني. اخت حبيبها بتقول لها انا عارفه ان الموضوع صعب عليكي جدا، وبتمسك ايديها مش بتلاقيها لابسه الخاتم، فبتقول لها يون جون قبل ما تتخانقوا وتروحي على امريكا ويحصل معاه الحادثه كان جايب لك خاتم هديه. بتفتكر جونيا لما يون جون حبيبها كان جايب لها صندوق خشب هديه في عيد ميلادها، وكان هو اللي صنعه بنفسه وكان راسم عليه وردتها المفضله، وقال لها لازم نحتفل بعيد ميلادك حتى لو كان في خلاف بينا. وهي بتفتحها مش بتلاقي الخاتم، فبيقول لها دوري تاني انا اهتميت بتفاصيل الهديه، لكن هي بتسيب الهديه من ايديها وبتكون خلاص خدت القرار ان هي هتسافر امريكا. بيتخانقوا ان هو مش عايزها تبعد عنه وهي عايزه تامن مستقبلهم علشان يقدروا يجيبوا شقه ويتجوزوا. بتقوله دي مجرد سنه فتره قليله، قال لها لا ممكن السنه دي تتحول ان احنا نفترق للابد. تفكير جونيا بيكون عملي اكتر، فبتاخد شنطتها وبتقول ان الطياره بتاعتها هتتحرك بعد وقت قصير وبتمشي، وبتفوق بقى من تفكيرها وبترجع البيت وبتدور على الخاتم في البوكس اللي هو قدمه لها وفعلا بتلاقيه. جونيا دايما حاسه بالوحده وكل ركن في البيت بيفكرها بحبيبها وتفاصيلهم سوا ووقتهم مع بعض.
وتاني يوم الصبح وهي رايحة الشغل بتشوف الأخبار إن دي الذكرى السنوية للطيارة اللي اتقلبت واللي كان موجود فيها حبيبها، وهو نفس يوم عيد ميلادها. وهي قاعدة في شغلها بتفتكر ازاي كان حبيبها دايما بيفاجئها كل عيد ميلاد ليها بطريقة مختلفة وكان دايما جنبها. وبيقطع تفكيرها ده لما في حد بيبعت لها ورد بمناسبة عيد ميلادها، وبتجري على أمل إن ده يكون حبيبها. هي مش بتقدر تلحقه لأنه بيمشي في الأسانسير، وهي بتحاول تجري علشان تلحقه، لكن وهي بتجري اللي بيوقفها بقى اتصال من أخت حبيبها بتقول لها إن هم لقوا اسم يونجون على قائمة المتوفين. الأمل بيتقطع كليا، لأن هي كان عندها أمل صغير جدا إن ده يكون الشخص اللي بعت لها الورد ده هو نفسه حبيبها وإنه ما ماتش. بعد ما بتخلص شغلها بتروح الورشة اللي كان حبيبها بيكون موجود فيها وكان بيشتغل هناك كمان، وبتقابل صاحبه تشان يونج. ده صندوق كان بتاع يونجون وكان فيه رسمة البنت. بتفتكر قبل كده لما سألته عن الصورة دي وقال لها إن دي مجرد صاحبته، وهي طبعا كانت غيرانة عليه، وبتقوله ما تكونش دي بقى حبك الأول. بس هو اتهرب من سؤالها. بتكون مستغربة جدا هو ازاي كان محافظ على الصورة دي كل الوقت ده، وانها كده اكيد مهمة بالنسبة له. وبعدين بقى بتروح الكافيه اللي كانوا هما الاتنين دايما بيروحوه، وبتتفرج على صورهم على الانستجرام. وهي دايما متعودة انه لما يوحشها تكتبله في الشات بتاعهم، بتكتبله ان هي مفتقداه جدا وان هي جات المكان اللي هما كانوا بيروحوه دايما مع بعض. وفجأة وهي بتكتبله بيجيلها رسالة من صفحة مجهولة، والرسالة دي بتكون عبارة عن صورة فيها 3 أشخاص. بتستغرب جدا من الصورة لأن البنت اللي بتكون موجودة في الصورة دي يعتبر هي من كتر ما كانت نسخة منها، واللي واقف جنبها هو يونجون حبيبها. أما ما كانتش قادرة تعرف مين هو الشخص التالت، ومن كتر ما كانت البنت دي شبهها كانت عمالة تقول لنفسها معقول دي تكون أنا. وبتحاول تتواصل مع اللي بعت الصورة ديت لكن الصفحة بتكون مجهولة تماما. وتاني يوم بقى في الشغل بتوري الصورة لصاحبتها، ولما صاحبتها أول ما بتشوفها بتقولها انت هبلة يا بنتي، دي صورتك أكيد. بتقولها لا طبعا دي مش أنا. بتقولها افتكري ممكن تكوني تصورتي الصورة دي وانت ناسية. بتقولها لا أنا عمري أصلا ما سرحت شعري كده ولا لبست الهدوم دي، وكمان الشخص التالت اللي واقف في الصورة ده أنا معرفوش أصلا. بتطلب من زميلها في الشغل إنها تعرف تفاصيل أكتر عن الصورة، وبيقدر يعرف إن هي انتشرت على موقع إلكتروني اسمه أيام المدرسة سنة 2008، والصورة بتكون باينة إنها منسوخة أو متعدل عليها أو إنها متصورة كده بكاميرا قديمة. جونيا بتقول ممكن دي تكون الحب الأول ليونجون. بتفضل تسأل نفسها يا ترى مين البنت دي، وبتنقلنا بقى أحداث المسلسل التاني ل 1998 وبنتعرف أكتر على حياة مينجو. هي بنت وحيدة جدا بتصحى الصبح علشان تصحي أخوها الصغير للمدرسة، لكنه كالعادة مش بيرضى وبيقول لها سيبيني. وبتصحي مامتها، ومامتها قبل ما بتمشي بتقول لها اتأكدي قبل ما تمشي إن أخوكي ياكل. بيصحى أخوها بيقول لها أنت السبب في تأخيري. بتقول له يا ابني ما أنا أصلا صحيتك. هو ما بيهتملهاش أصلا. وفي المدرسة بقى صداقتها بسوهيون نيم وأنجيو بتزيد، والكل في المدرسة بيلاحظ ده، حتى إن أجمل بنت في الفصل بتتضايق جدا من قربهم لبعض، وبتغير من مينجو لأنها قربت من سوهيون نيم لأنها معجبة بيه. وخلال حصة الرياضة كمان بيفضل ينادي باسمها ويشجعها، وطبعا البنت اللي معجبة بيه بتتضايق وبتكون غيرانة منها، حتى إن في واحد زميل ليهم في الفصل بيقوله يعني أنت بتتعامل مع مينجو بطريقة مبالغ فيها اليومين دول، هو أنت معجب بيها ولا صاحبك أنجيو هو اللي معجب بيها؟ وبيسخر منهم وبيقول لهم عجبكم فيها ايه دي، على الأقل مش جميلة زي دوهيون. بيتعصب أنجيو من كلامه وبيقوم وبيمسك فيه، لكن سوهيون نيم بيهديه وبيمنعه. وبعد ما حصة الألعاب ما بتخلص بيتخانق معاه في الفصل وبيضربه وبيديه درس ما ينساهوش، وبيقول له أحسن لك إنك تبعد عن أنجيو صاحبي ومينجو وما تجيبش سيرتهم تاني على لسانك، مفهوم يا أبضاي انت؟ وبعد لما اليوم الدراسي بيخلص سوهيون نيم بيحاول انه يعمل نفسه يعني انه مشغول علشان يسيبهم يمشوا لوحدهم. ولما صاحبه أنجيو بيحاول يكشفه وبيقوله انت كداب، بيقوله اي كلام وبيقوله يا غبي انا بعمل كل ده علشان تكونوا براحتكم. وفعلا مينجو وأنجيو بيروحوا مع بعض، وبتسأله ازاي صاحب سوهيون نيم. بيحكي لها ان هما اتقابلوا زمان لما كانوا في ابتدائي، ومن وقتها بقوا اصحاب. ما كانش في حد قريب من أنجيو خالص، وكله كان بيتنمر عليه بسبب ان كان سمعه ضعيف وكان لابس سماعة. اتعرفوا على بعض من وقتها وبقوا اصحاب مقربين جدا. وحكى لها كمان ان اي حد كان بيضايقه او بيتنمر عليه
كان سوهيونيم بيضربه وبيجيب له حقه دايما وكان جنبه. منجو بتقوله أنا بجد بحسدك، كنت أتمنى أن يكون عندي حد قريب مني في حياتي كده. وبتروح منجو وبتفضل تفكر في اللي عمله سوهيونيم وبتستغرب جدا هما ليه عايزين يصاحبوها. تسمع صوت باباها ومامتها وهما بيتخانقوا بصوت عالي لأن هما منفصلين وكل واحد فيهم عايش لوحده، وفي ما بينهم خلافات كبيرة جدا، ومامتها بتفضل تهدد باباها ان هي هتاخد ابنها ومش هيعرف طريقهم، اللي بيكون هممهم هو ابنهم وبس. وهي طبعا بتتدخل وبتعيط وبتفضل تقول انا كمان بنتكم، انتوا بتتخانقوا وبتتكلموا عن ابنكم بس ولا كأن ليا وجود. وبتمشي من البيت وهي منهارة وبتعيط، وبيشوفها سيونيم وهي قاعدة بتعيط وبيروح وبيقعد معاها وبيقول لها أنا لو سألتك دلوقتي عن سبب اللي مخليكي تعيطي أكيد مش هترضي تقولي، فأنا هعمل معاكي اتفاق حلو، انتي تقولي لي ليه بتعيطي وده أكيد هتكون حاجة سر، وانا في المقابل هقولك سر خاص بي انا كمان. وفعلا منجو بتقوله دايما بيفضلوا اخوها عليها، حتى يوم عيد ميلادها بيجيبوه لاخوها الكيك وبيحتفلوا بيه هو اكتر منها. وبتقوله ده موقف بس واحد، لكن ده طبعا بيحصل معايا في حياتي كلها، بيفضلوه عني في كل حاجة. وهو كمان بيقول لها سر خاص بيه ان باباه فقد فلوسه وهيضطر ان هو يسافر امريكا يكمل دراسته هناك، ومش عايز يقول لصاحبه أنجيو علشان ما يزعلش إنه هيمشي وهيسيبه. وبيوصيها إنه لما يمشي تكون صاحبته وتكون قريبة منه، لأن هو شخص انطوائي ومش بيعرف يكون صداقات كتير. وبيقولها إذا كان عليا أنا فما تقلقيش، أنا أكتر حاجة شاطر فيها إني أكون صداقات، فلو رحت هناك هقدر أتأقلم وأكون صداقات كتير عادي. وبعدين بقى خال منجو بيعرفها إن شريط الكاسيت اللي هي كانت عايزاه وصل، اللي كان عايز يشتريه سويونيم. بتفرح جدا وبتاخده وبتقرر ان هي تديهوله بنفسها، بس اول لما بتشوف انجيو بتخبيه ومش بتقدر تديهوله قدامه. بتكون خارجة من المحل وبيفاجئوها الاتنين بعيد ميلادها وبيحتفلوا هما التلاتة سوا، وانجيو بيكون جايب لها هدية مشغل كاسيت لان اللي عندها خلاص بقى قديم. انجيو بيحس ان منجو مركزة اكتر مع صاحبه فبيتضايق، وقبل ما بيمشي بيقول لهم ان هو لازم يروح يشوف جدته بسرعة، وبيقول لصاحبه قبل ما بيمشي يا ريت انت توصلها. بيوصلها فعلا، وقبل ما بتدخل البيت بتديله شريط الكاسيت اللي هو كان عايزه. لما بيفتحه بيلاقيها كاتباله اتمنى ان الاغنية ديت توصلك لاسعد لحظات حياتك. بتعرفه ان هي معجبة بيه، وقبل ما تطفي الشمع الاغنية اللي اتمنتها ان هو كمان يعجب بيها في يوم من الايام، لكن هو بيقولها انا مستحيل اعجب بيكي او افكر فيكي. بتقوله كل ده علشان صاحبك معجب بيا؟ بيقولها لا طبعا، علشان انا بعتبرك صاحبتي وعمري ما فكرت فيكي في حاجة غير كده. هي طبعا بتزعل جدا وبتفضل تعيط وهي منهارة. كمان لما بتروح البيت بتلاقيه متبهدل ومش بتلاقي مامتها ولا اخوها في البيت. بتفتكر لما كانت مامتها بتهدد ابوها ان هي هتاخد اخوها وتمشي وتهرب، وبتفضل تعيط وهي منهارة وبتدور عليهم. وبنروح بقى لأحداث القصة اللي في 2023 لما بتكون جونيا دايما سرحانة وبصة للصورة اللي معاها، وصاحبتها بتجيلها وبتقول لها أنا قدرت أعرف مكان المحل اللي ورا ال3 أشخاص اللي موجودين في الصورة. بتقول لها إيه رأيك نروح؟ بس جونيا بتقول لها ده كان محل شرايط موسيقية وقفل من بدري. بتقول لها أيوة قفل، بس اتفتح مكانه كافيه. بيروحوا فعلا، لكن للأسف لما بيروحوا بيلاقوا الكافيه مقفول. وجونيا كالعادة محبطة ويأسانة وحزينة، بتكون خلاص مروحة للبيت وواقفة في محطة المترو، وبتبص فجأة وبتشوف حبيبها يونجون وبتجري وراه بسرعة علشان تحاول تلحقه، لكن للأسف مش بتقدر. بترجع البيت وبيتهيأ لها ان هو قاعد جنبها وبيقول لها هو انتي فاكرة ان انا حبيتك علشان انتي شبه البنت اللي في الصورة، ولا بتدي نفسك سبب علشان تنسيني؟ تفضل تعيط وهي منهارة جدا وبتقول هو انت لو هتسيبني من الأول ليه دخلت حياتي أصلا؟ وتاني يوم وهي في المكتب بيجيلها علبة صغيرة مقفولة، وهنعرف ايه علاقة العلبة ديت بس كمان شوية. صاحبتها بتعرف ان الكافيه ده هيكون مفتوح النهاردة وبتقول لها ايه رأيك نروح ونسأل؟ بتقول لها تمام هنروح. بيروحوا هناك فعلا وبيقابلوا خال منجو وبيسألوه عن الصورة، وبيقول لهم أيوة طبعا عارف مين، لأن أنا اللي مصور الصورة دي بنفسي، دي بنت أختي منجو. ولما بيسألوه عن الشخصين اللي معاها في الصورة بيقول لهم إن دول كانوا زمايلها في المدرسة وكانوا دايما بييجوا يزوروها وهي بتساعده في المحل. ولما بيسألوه عن اسمه بيقول لهم إن هو ما يعرفش اسمه، وبيطلبوا منه إن هما يتواصلوا مع بنت أخته.
بيقول لهم إن للأسف ماتت في 1998. وهي ماشية صاحبتها بتقول لها إن في سنة 1998 كان حبيبها يون جون عنده 11 سنة، فهو أكيد اللي مش في الصورة ولا دي حبه الأول زي ما انتي فاكرة. بتقول لها حتى لو كانت دي حب يون جون الأول، هل ده كان سبب كافي إني أنساه؟ أنا عمري ما هعرف أنسى. وهي في طريقها للبيت وقاعدة في الباص بتكتب في شاتهم كالعادة إنها لأول مرة تكون وحيدة في عيد ميلادها من غيره، وقد إيه بتتمنى تشوفه. وبعدين بقى بتطلع العلبة اللي وصلت لها على المكتب، وبيطلع إنه مشغل شرايط موسيقية وبتشغله، وبيكون نفس الأغنية اللي كانت في 1998. وقبل ما تنام الرسائل اللي بتبعتها على مدار سنة بتتشاف. وفي نفس الوقت ده بتكون مينجو في زمن 1998 بتجري ومنهارة وبتعيط في الشارع لأنها كانت بتحاول توقف تاكسي، بس فجأة بتعمل حادثة بتقوم جونيا في جسم مينجو سنة 1998 تاني. اللي حصل إن جونيا خدت العلبة اللي وصلت لها على المكتب وطلعت منها مشغل كاسيت، كان فيه شريط كاسيت كانت بتسمع الأغنية اللي كانت بتسمعها مينجو في 1998، ونامت وصحيت لقت نفسها في جسد مينجو اللي كانت بتجري وعملت حادثة سنة 1998. يعني جونيا سافرت من 2023 بالزمن ل 1998. أنا حبيت أفكركم عشان تكونوا مركزين معايا في القصة. وبعد ما بتقوم جونيا بقى في جسم مينجو بتشوف سوريون نيم قدامها، ومش بتكون مصدقة إن هي خلاص قدرت تشوف قدامها حبيبها يون جون، وبتحضنه على طول، وهي يا عيني مش مصدقة خلاص إن هي شايفاه قدامها. طبعا السؤال اللي ممكن يجي في بالنا كلنا دلوقتي، لو دي جونيا سنة 1998 أمال فين مينجو؟ مينجو ما بقتش موجودة، بقت في مكان كده مقفول وهي محبوسة وشايفة كل اللي بيحصل قدامها بس مش قادرة ترجع تاني. جونيا مش بتكون مصدقة ان هي خلاص يونجون بقى قدامها، بتفضل تقوله انت كنت فين كل الوقت الطويل ده؟ انا كنت بستناك. وبتعيط وبتحضنه، ولما بيشوفهم انجيو من بره بيبعدها بسرعة عن حضنه، وانجيو بيدخل وبيطمن عليها وبتستغرب هما ليه الاتنين بيندهولها باسم مينجو. وكل اللي كان بيحصل مع مينجو بيتعاد تاني في دماغها، وبتكون بتتألم جامد جدا من كتر ما بتفكر في اللي بيحصل. هي بتقدر تتعرف على أنجيو وتستوعبه، لكن مش بتكون قادرة تستوعب غير إن الشخص اللي قدامها ده هو حبيبها يون جون. وبتسألهم على تاريخ النهاردة، بيقولوا لها 15 يوليو. بتقول لهم سنة 2023. بيقولوا لها مالك يا بنتي، احنا في سنة 1998 طبعا. هما طبعا بيفسروا ان كل اللي بيحصل معاها ده من تأثير الحادثة. وبتحكي لهم اخر حاجة حصلت مع مينجو ان هي لما روحت البيت ما لقيتش مامتها ولا اخوها، وان هي كانت بتجري وحصل معاها الحادثة واتخبطت. وبتطلب منهم ان هما ياخدوها للبيت، وبياخدوها فعلا. ولما بتروح البيت بقى هناك بتزعق مع مامتها وبتقول لها ازاي تسيبي بنتك مرمية في المستشفى وتعبانة وترجعي البيت بس عشان تعملي لابنك اكل؟ كان يقدر يستنى، يعني الجوع ما كانش هيقتله لو استنى لحد ما تطمني عليا. وهي بتقولها بكل برود لان هو اصلا ما بيعرفش يجيب لنفسه كوبايه ميه، ازاي هيعمل لنفسه اكل؟ بتقولها يا للدرجه دي انا مش مهم عندك؟ انا اصلا مش متاكده اذا كنت انا بنتك، هو انت فعلا مامتي؟ واخوها الصغير البارد ده كمان بيقول لها وطي صوتك عشان مش عارف اركز في اللعبه. بتروح وبتقول له عليك انت واللعبه، وبتضربه. بتفضل تلوم مامتها ان هي السبب في ان اخوها بقى كده، لانها كانت دايما بتدلعه من وهو طفل لحد ما بقى خلاص اتعود على المعامله دي. طبعا الكل بيكون مستغرب جدا لان مينجو عمرها ما تقدر تتصرف تصرفات زي دي ابدا. خالها بيقول اكيد ده من اثر الحادثه ولازم ناخدها المستشفى لان هي كده مش كويسه واكيد لسه تعبانه. وفعلا بيرجعوها تاني للمستشفى. الدكتور بيفحصها وبيسالها عن اسمها وسنها، بتقوله ان هي جونيا، لكن لما الكل بيبصلها باستغراب بتقوله ان اسمها كوم مينجو. ولما بيسالها عن سنها بتقوله 36. ولما الكل بيستغربها تاني بتقول ان هي 18 سنة. بتقوله ان هي تعرضت لحادثة عربية. ولما مامتها بتطمن من الدكتور بيقولها ان الجرح اللي في راسها مش عميق، لكن ممكن يكون عندها صدمة من اثار الحادثة ولازم تفضل تحت المراقبة لكام يوم. وخال مينجو بيقول لاصحابها انتوا ليه ما مشيتوش لحد دلوقتي؟ هما بيرد عليه وبيقولوا تمام، ادام ما احنا اطمنا عليها خلاص هنمشي. ولما اصحابها بيمشوا خالها بيعرفها ان الشرطة هتيجي علشان تسألها شوية اسئلة، ولما بتسأله ليه بيعرفوها ان هي ما عملتش حادثة عربية ولا حاجة، لكن الحقيقة ان في حد هاجمها وضربها على راسها، وان في حد لقاها مرمية في الطريق وبلغ وجات المستشفى، لكن هي مش بتكون فاكرة اي حاجة غير حادثة العربية.
اما بقى الاتنين دول لما بيمشوا، سويونين بيلاحظ ان انجيو صاحبه متعصب منه متضايق، وبيحاول يفهمه ويقوله ان منجو حضنته بس في المستشفى لان هي كانت فاكراه شخص تاني. بيقوله مش بس كده، انت جرحت مشاعرها وانا شفتكم لما كانت بتعترف لك ان هي معجبة بيك، ما كنتش كسرت خاطرها بالطريقة دي ورفضتها، ولو انت ما عملتش كده ما كانتش مشيت منهارة وكانت على الاقل طلبت مساعدتنا وما كانتش تعرضت للأذى ده. بيستغرب جدا من انجيو، بيقوله يعني انا كنت المفروض اقبل مشاعرها حتى لو انا ما بحبهاش؟ بيقوله انت متضايق مني ولا متضايق من نفسك لان انت خليت منجو تحبني انا؟ بيسيبه وبيمشي وهو متضايق. ومنجو اقصد جونيا، لان دي جونيا اللي بقت في جسد منجو 1998. ركزوا في الاحداث، واكيد لازم تركزوا وانكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. طبعا بقى بترجع البيت وبتكون مستغربة كل حاجة في المكان، حتى انها مش بتكون عارفة البيت اصلا، وبتتلخبط طبيعي في مكان اوضتها. فاخوها بيقول لها ان مكان اوضتها الناحية التانية، فبتقول له انا عارفة، انا بس كنت بختبرك. هي طبعا لا بتختبره ولا نيلة، هي مش فاهمة هي فين اصلا. بتدخل اوضتها وبتفتح الدولاب وبتشوف الهدوم وبتقول لا يمكن ان ده كان ذوقي في يوم من الايام. وبتلاقي مذكرات من جو وهي بتكتب قد ايه ان هي وحيدة، وحاولت ان هي تلاقي مكان ليها وسط الطلاب ومعرفتش، وانها دايما كانت بتفشل ان هي تكون صداقات. جونيا بتتخض اول ما بتقرا اول جملتين في المذكرات، وبتقول معقولة انا كتبت مذكرات كئيبة قوي كده؟ واخيرا بقى بتلاقي حاجة مش كئيبة في المذكرات، وقد ايه بتكون مبسوطة لما بتشوف سوهيون نيم، لان هي بتحبه وبتكون مبسوطة لما بتشوفه. لكن طبعا كل مرة عمره ما اخد باله منها، وهي بتركز معاه لانها معجبة بيه. وبيقطع قراءتها للمذكرات لما الشرطة بتيجي علشان تسألها عن اللي حصل معاها، وهي مش بتكون فاكرة اي حاجة. وبيقولوا لها من الافضل ان هي ما تروحش اي مكان لوحدها اليومين دول، لان ممكن يكون الجاني لسه عايز يأذيها. وبعد لما بيمشوا بتفضل تفكر مع نفسها وتقول انا عمري ما عديت حد، يعني مين اللي عايز ينتقم مني او يأذيني؟ وبتفتح الهدية اللي المفروض انجيو كان جايبها لمنجو، وهو نفسه مشغل شرايط الكاسيت اللي كان معاها في 2023. وبعدين سويون نيم بيحدف لها طوبة من بره وبتخرج له علشان تقعد معاه، يكون جايب لها اكل. وبتقول له ليه انت عملت كل ده؟ بيقول لها بما ان انت خرجتي من المستشفى بالسلامة. وبيقول لها ارجوكي ما تبعديش عن صداقتي انا وانجيو لمجرد ان انا رفضتك لما قلتي لي ان انت معجبة بيا. بتقول له انت بتهزر، اكيد هبعد عنك، مش انت رفضتني؟ ما ينفعش بعد اللي حصل دوت نرجع اصحاب تاني. بيستغرب جدا من طريقة كلامها وبيقول لها هو انت بجد منجو؟ لان زمان كان ممكن تموتي من كتر الاحراج لو سألتك اسئلة زي دي. انا حاسك شخص تاني، لا يمكن تكون انتي. بتقول له انا كمان هتجنن من كتر التفكير لما بقرا المذكرات وبفتكر في اللي كنت بقوله او بعمله، بقول هو بجد دي كانت انا؟ لان انا لو معجبة بيك هستناك تقرب مني فترة كويسة وتلمح لي، وساعتها اشوف الفرصة المناسبة واقول لك وابقى متأكدة ان انا مش هترفض. وليه اصلا اترفض؟ يقول لها ممكن اسألك سؤال؟ مين يون جون اللي انتي صدعتيني بيه ده من ساعة ما كنا في المستشفى؟ من وقتها وانتي مش بتندعيني غير بالاسم ده. بتقوله انا هحكي لك بس انت هتصدق. بيقول لها ايوه هصدق. بتقوله نفترض ان انا وانا في المستشفى يعني حلمت. بتحكي له قصتها على هيئة حلم، ان جونيا وهو كان يون جون، وكان دايما بيعاملها وكأنه عارفها من زمان وحافظها اكتر من نفسها، وهما اتقابلوا في الجامعة وحبوا بعض. واتخرجنا وما كانش معانا فلوس نشتري بيت، فاشترينا مكان صغير على قدنا، لكن كنا مبسوطين فيه جدا، وكنا مخطوبين وخلاص كنا هنتجوز. لكن للأسف اتخانقنا وحصل ما بيننا خلاف كبير، ويون جون اتوفى في حادثة. سويون نيم بيبان ان هو اتأثر، لكن بعد كده بيقول يا للدرجات دي انتي بتحبيني عشان كده حلمتي حلم زي ده؟ طبعا هي بتتضايق جدا من ردة فعله وبتقوله انسى، انت عمرك اصلا ما هتفهم، ومش عايزاك تفهم حاجة، واهتم لامورك وسيبني في حل لو سمحت. وبتسيبه وبتمشي. بيرجع البيت وبيفضل يفكر في كلام القصة اللي هي قالتها له طول الليل، وشخصيتها بتتغير في البيت تماما. اخوها بقى بيخاف منها ومبقاش معاها زي الاول، ومامتها كمان بقت بتحبها وبتخلي بالها منها ومن صحتها خصوصا بعد الحادثة. اخوها بيقول لمامتهم والست هانم بقى مش هتروح المدرسة، بتقوله لا طبعا هي لسه خارجة من حادثة ولازم ترتاح. وكمان اخوها المدلع ده بتعلمه الادب، وبتقوله قبل ما تروح المدرسة يا حبيبي ابقى اغسل الاطباق اللي انت اكلت فيها. الولد بيتخض وكأنها شتمته يمكن اكتر. وبنروح بقى لانجيو وجدته، لان اهله متوفين وجدته هي اللي ربته وهو عايش معاها. لما بتكون بتحضره الاكل قبل ما يروح المدرسة وبتكتشف ان السماعة بتاعته
ضاعت منه، وبتقول له اشتري لك واحده جديده. بيقول لها لا انا هقدر ابقى كده كويس عادي. ورغم ان انجيو وسيون نيم متخانقين بيتصالحوا لان هما طبعا مالهمش غير بعض، وبيروحوا مع بعض لبيت منجو. بياخدوها لنفس مكان الحادثه عشان تفتكر ايه اللي حصل معاها، لكن هي مش بتكون قادره تفتكر اي حاجه غير الحادثه، ومش فاكره خالص ان في حد هاجمها او ضربها. وسيون نيم بيسيب انجيو هو اللي يوصلها للبيت، ولما بيوصلها قبل ما تدخل البيت بيعرفها ان هو معجب بيها من زمان، وكان حاسس بيها لما كانت بتقف فوق السطح المدرسة، وكانت دايما بتقول ان هي وحيدة ومفيش حد حاسس بيها ولا حد فاهمها. مش بتكون عارفة تقوله ايه لان هي اصلا مش منجو، لكن هو بيقول لها انا مش عايز منك الرد دلوقتي. وطبعا جونيا بتكتب كل حاجة قالها انجيو عن منجو في الدفتر، وهي بتقول انا متأكدة ان اللي قاله انجيو ما كانش عني وكان عن حد تاني. وكل ده بيحصل ومنجو لسه محبوسة في نفس المكان وبتشوف كل حاجة. خلاص بقى جونيا اتعودت على حياة منجون وبقت يعتبر جزء أساسي منها، وطبعا دايما صحابها الاتنين انجيو وسوهيون نيم معاها. وسوهيون نيم بيمسك الكاميرا بتاعت خالها وهي بتفضل تقوله سيبها علشان دي غالية جدا، وبيجي خالها وبيهزروا كلهم سوا وبيصورهم هما التلاتة. وطبعا سوهيون نيم دايما بيفكر في منجو، بيستغرب من التغيير ده وما يعرفش ان دي مش منجو وهي جونيا. الضباط الاتنين بيجولهم المحل تاني علشان يعرفوها انهم لقوا سماعة في مكان الحادثة، بيسألوها اذا كانت تعرف حد بيعاني من ضعف السمع، وهي طبعا اول حد بيجي في دماغها هو انجيو لانه دايما لابس السماعة لانه بيعاني من ضعف السمع. واخيرا بتقدر تفتكر في اللحظة دي ان اللي هاجمها على راسها كان لابس نفس اللبس بتاع مدرستهم، بس ما قدرتش تتعرف على وشه لان ملامحه ما كانتش واضحة بالنسبة لها. في نفس اللحظة دي في حد بيجي يصحيها وبتقوم بقى تاني في 2023، وبتقوم وبتقول هو انا فين؟ الراجل صاحب الباص بيقول لها كل الركاب نزلوا وهنا لاخر الباص لازم حضرتك تنزلي. بتقول هو احنا في 1998؟ بيقول لها لا طبعا احنا في 2023. مالك يا بنتي؟ يا ريت تنزلي لان خلاص كده. بتنزل وهي تايهه ومش فاهمه حاجه ومش عارفه حاجه، وبتقول معقول كل اللي حصل ده كان مجرد حلم؟ وهي راجعه البيت بيظهر تاني الشخص اللي كان معاه عصايه اللي شافته قبل كده في المحطه، وكمان كان جايب لها ورد للمكتب في الشغل عندها. ولما بترجع البيت بتفتح تليفونها وبتشوف ان في حد فتح الحساب بتاع يون جون، والرسائل اللي كانت بعتتها كلها اتشافت. فورا بتتصل عليه والموبايل بيديلها جرس، وكمان في حد بيرد عليها، وبيظهر فعلا الشخص اللي هي المفروض ان هي بتحبه، وهو بيقرا كل الرسائل الكتير اللي هي كانت بتبعتها له، ازاي ما كانتش قادرة تتأقلم على الحياة من بعده. ولما بترن عليه فعلا بيرد عليها لكن مش بيقدر يكلمها وبيقفل. وبيروح بيتكلم مع خال منجو وبيقول له انا النهارده شفت جونيا وما تقلقش هي ما شافتنيش، وان هو كمان كان راكب معاها نفس الباص وفي نفس الوقت ده شاف كل رسايلها. وبيقول له كمان بغض النظر عن اللي حصل لازم الخطة تمشي زي ما احنا مرتبين لها. طبعا احنا مش فاهمين مين الشخص ده ولا ايه الخطة اللي هم متفقين عليها، لكن هنفهم بعد شوية. جونيا بتحاول تدور على موقع المكان اللي موجود فيه التليفون عشان تعرف مين اللي رد عليها. صاحبتها بتقول لها ازاي يا بنتي يونجون رد عليكي وهو اصلا يعني حد ميت هيرد عليك ازاي؟ فهميني. بتقول لها انتي مش مصدقاني؟ بتوريها تسجيلات المكالمات فعلا وبيطلع ان في حد رد عليها، وبمساعدة واحد زميلها في الشغل بتقدر تعرف ان موقع الموبايل ده هو نفسه موقع كافيه ريكورد 27. وطبعا بتاخد صاحبتها وبيروحوا هناك لكن مش بيلاقوا صاحبه، وفي واحد شغال هناك بيقول لهم ان هو مسافر ومش عارف هيرجع امتى. ولما جونيا بتسأل على سوهيون نيم يعني على اساس ان هو ممكن يكون بيشتغل في الكافيه هنا، الشخص ده بيقول لها ان هو ما يعرفش حد بالاسم ده وان مفيش حد هنا بالاسم ده. جونيا بتفضل مستنياه طول اليوم لكن للأسف صاحب الكافيه ما بيجيش، وبيطلع ان هو المفروض ده حبيب جونيا اللي مفهم الشخص اللي شغال في المطعم ان هو ما يقولهاش او ما يعرفش حد باسم سوهيون نيم. طبعا جونيا كل ما تحس ان حبيبها وحشها بتروح الورشة بتاعته اللي كان بيشتغل فيها وبتقابل صاحبه، بعدين بتروح علشان تشوف الدكتور النفسي بتاعها وبتحكي له على الحلم واللي حصل معاها. الدكتور بيقول لها طبيعي جدا تشوفي حد شبه حبيبك في الحلم لانك دايما بتفكري فيه. وبعدين صاحب الكافيه بيكلمها وبتروح له علشان يعرف منها هي كانت مستنياه كل الوقت ده ليه، وبتقول له انا كنت عاوزه اشوفك علشان اسالك مين بيستخدم رقم تليفون حبيبي المتوفي لان جالنا موقع التليفون من المكان ده. وبتحكي له ان هي الفتره اللي فاتت دي حلمت ان هي كانت بنت اخته منجو
وبتقوله أنا عارفة إن كلامي غريب جدا، لأن الأحلام هتفضل أحلام، وإن أنت صعب جدا تصدق حاجة زي دي. وبيقولها أنا كمان هقولك على حاجة صعبة تتصدق. مرة بنت أختي قالت لي إن هي جونيا من 2023، ممكن يكون حلمك إنك أنتي بقيتي بنت أختي من جو، يكون فرصة تانية وتقدري ترجعيها للحياة. وبيديلها دفتر، وبعدين هي بتاخده وبتروح البيت وبتفتحه، ولما بتفتحه بتلاقي إن دي المذكرات بتاعت من جو. هي بتكون هتتجنن وعايزة تعرف ازاي حاجة كتبتها في الحلم معاها دلوقتي ما بين ايديها. وكمان بتلاقي اخر صفحتين في المذكرات عبارة عن ان في صفحة مقطوعة، والصفحة الاخيرة مكتوب فيها ان الشاب ده هو نفسه يونجون بتاريخ 29 اغسطس 1998. وبتقول ده ما كانش حلم، انا فعلا رجعت ل 1998. وبتكون عايزة ترجع تاني، لكن هي اصلا نسيت ازاي رجعت، لحد ما بتفتكر انها رجعت لما سمعت الاغنية. وفعلا بتحط السماعات في ودانها وبتسمع نفس الاغنية علشان ترجع ل 1998. وفعلا بتسافر بالزمن ل 1998 لما كانت بتسمع الاغنية وهي نايمة في المحل بتاع خالها. وبتقول كل حاجة هتحصل قبل ما تحصل، يعني زي ان الشرطة هتيجي تحقق معاها بخصوص السماعة اللي لقوها. تتأكد ان هي في 1998، وبتتأكد كمان فعلا ان هي في جسد من جو. وبتسيب خالها بسرعة وبتجري، وبتفتكر وهي بتجري لما حبيبها يونجون كان دايما مهووس بأفلام، كانت فكرة الأفلام دي السفر عبر الزمن. وبتروح المدرسة عند سوهيون نيم وهي حاسة ان ده حبيبها فعلا يونجون، وبيسألها وبيقول لها ليه بتعيطي، وبيوريها صور بنات وبيقول لها ايه رأيك اني احلى فيهم. وهي بتقول في سرها هو انا رجعت كل ده بالزمن علشان اقابل الشخص ده؟ بتتعصب عليه وبتقول له غور انت والبنات بتاعتك، وبتمشي وهي غيرانة ومتعصبة. وبتقول انا جيت من 2023 ل 1998 علشان اشوف ده. لما بتقف كده وبتفكر مع نفسها شوية بتفضل تعد على صوابعها، بيطلع معاها ان 1998 ده كان يون جون حبيبها عنده 11 سنة. وبتقول يا ربي انا هعمل ايه بس الطفل عنده 11 سنة. وبتقول طبعا ده معناه ان سويون نيم مش هو نفسه حبيبها يون جون. ترجع المحل تاني وبتفتح شنطتها وبتشوف دفتر المذكرات بتاعتها، لكن طبعا مش بتلاقي الصفحة اللي كان مكتوب فيها ان حبيبها هو نفس الولد. بتفضل تفكر وهي هتتجنن، هي ليه بقت في جسد من جو وهي هنا ليه اصلا؟ سوهيون نيم بيروح لصاحبه انجيو في المحل جدته وبيساعدهم، وبعدين بيقوله ايه رأيك النهاردة نروح لمنجو، لان النهاردة شفتها في المدرسة وكانت بتعيط، ايه رأيك نروح نشوفها مالها؟ بيقوله انت بقيت مهتم بمنجو الايام دي، انا هروح لوحدي مش لازم انت تيجي معايا، لان انجيو عايز يبعدهم عن بعض علشان يقدر يخلي منجو تحبه وتنسى سوهيون نيم. وبيروح فعلا وبيوصلها وبيسألها اذا كان عندها اي مشاكل، لكن هي بتقوله ان هي كويسة وما فيهاش اي حاجة. منجو لما بترجع البيت بتقول انا هنا بعمل ايه ولازم ارجع، بتفضل تسمع الاغنية طول الليل لحد الصبح، لكنها للاسف ما بتقدرش ترجع وبتصحيها مامة منجو وهي متضايقة منها لانها بتغيب من المدرسة. بتخرجها وبتقول لها سيبيني بس دلوقتي انام شوية وانا هصحى بنتك الجميلة لطيفة واروح المدرسة زي ما انت عايزة. بنروح بقى لسويون نيم وانجيو لما بيكونوا بيلعبوا مع بعض، وانجيو بيتلكك لسويون نيم بأي حاجة وبيتخانقوا مع بعض. وبعد لما اليوم الدراسي بيخلص سويون نيم بيقرر يروح لمنجو. انجيو بيقوله انت اكيد طبعا رايح لمنجو، بيقوله ايوه. ولما بيسأله هو ليه هيروح لها بيقوله لان انا عاوز كده ومش عاوز اتكلم مع شخص عايز يسيب صاحبه علشان خاطر بنت. وكل الوقت ده جونيا بتحاول ترجع تاني ل 2023، لكن للأسف بتفشل برضه. وبيقابلها فعلا سويون نيم وبياخدها لمكان بعيد وهي بتتعب من كتر المشي. ولما بيقعدوا بيقول لها انت لما جيتيلي المدرسة امبارح كنت بتعيطي ليه؟ بتقوله بجد بعد كل المشي ده وجايبني المسافة دي كلها علشان تسألني السؤال ده؟ بتقوله انا تعبانة وعاوزة انام، نبقى نتكلم بعدين. وهو بيتكلم معاها بتروح هي نايمة على نفسها وسايباه. بينام جنبها وهو باصص لها وبيقول لها بما ان انت نمتي انا كده هقدر اتكلم واقول اللي انا عاوزه براحتي. لما جيتيلي امبارح وانت بتعيطي في المدرسة حسيت ان قلبي وجعني عليكي، ونفس الشعور برضو لما حضنتيني في المستشفى. لما بتصحى بتلاقيه نايم وبتقوله انت ازاي شبه يونجون كده، حتى نفس طريقة نومه ونفس شكله. وبيصحيها وبيفضلوا يبصوا في عيون بعض. وبنعرف انه كده وقع في حب جونيا، لان هي جونيا من اول لما فاقت في المستشفى مش كون منجو. وبما ان الشرطة بتلاقي سماعة انجيو فبيحققوا معاه وبيحطوه من ضمن قائمة المشتبه فيهم لانها بتاعته، بس هو بيقول لهم ان هي ضاعت منه بما ان هو كان ماشي في نفس الطريق. جونيا بتفتكر كلام خال منجو لما قال لها
إن مينجو اتقتلت يوم 13 أكتوبر، وحلمها إنها رجعت ل 1998 ده ممكن يكون فرصة ليها تاني، وبتراجع تاريخ النهاردة وبتلاقيه 10 يوليو، وإن المفروض كده قدامها 3 شهور بس ومينجو تتقتل. ففورا جونيا بتقرر إن هي تروح لخالها علشان تقوله الحقيقة، وإنها مش بنت أخته مينجو وإنها جونيا وجت من 2023. وهو طبعا مش بيصدقها وبيقول لها أنت محتاجة تشوفي الدكتور ضروري، وبتقوله ازاي انت مش مصدقني، انت اللي قلتلي كده في 2023. وبعدين كده بتسرح شويه مع نفسها وبتقول ايه اللي انا بعمله ده المفروض لسه ما حصلش. سو يونين بيحاول انه ما يفكرش فيها لان طبعا صداقته بصاحب عمره اهم. طبعا زملات انجيو بيضايقوه في المدرسه لان هو اتحط في قائمه المشتبه فيهم على اساس يعني ان هو اللي ضرب مينجو. الكل بيكون خايف منه وبيقول ايوه فعلا المجرمين بيكونوا انطوائيين زيه كده. ده حتى المدرس بيطلب منه ان هو ما يجيش المدرسة اليومين دول بسبب ان هو خلاص بقى مشتبه فيه. طبعا سو يونين بيروح بسرعة علشان يجيب مينجو علشان يتصرف، وبتعرف منه ان السماعة لقيتها الشرطة لان هي وقعت منه، وبتصدقه اكيد وبيروحوا علشان يبلغوا الشرطة. مينجو بتروح للشرطة وبتقول لهم ان انجيو مش هو اللي ضربها على راسها يومها لان السماعة بتاعته فعلا ضاعت منه وهو كان رايح عشان يدور عليها، وبتشيل اسمه من قائمة المشتبه فيهم. وهو طبعا بيشكرها على اللي هي عملته، لكن هي بتقوله ما تشكرنيش انا، اشكر صاحبك لان هو اللي جه فورا وحكالي على كل اللي حصل. وهم قاعدين بياكلوا جونيا بتقول لسو يونين نفس النكت السخيفة اللي كان بيقولها لها حبيبها يونجون، لانها طول الوقت بتكون شاكة ان ده حبيبها نفسه يونجون. خال مينجو بيروح وبيتكلم معاها وبيقول لها نفترض دلوقتي ان انا صدقتك وان انتي فعلا جونيا من 2023، مينجو فين بقى؟ هي ما بتكونش عارفة فين فعلا مينجو، فما بتكونش عارفة ترد عليه تقول له ايه. بيقول لها ايا كان انتي مينجو ولا جونيا أرجوكي لازم ترجعي تروحي المدرسة وتبطلي غياب وتخلي بالك من مذاكرتك. هي فعلا بتقول مش ذنب المسكينة مينجو إنها ما تدخلش جامعة كويسة بسببي، أنا لازم فعلا أذاكر لأن أنا دلوقتي مكانها في حياتها. وهي قاعدة في الفصل وبتشوف هتذاكر إزاي وهتعمل إيه وهي في حياة حد مش حياتها. بتلاقي البنتين دول داخلين عليها وبيعرضوا عليها إن هي تلعب معاهم مباراة كرة السلة ضد الفصل التاني لأنهم دايما بيخسروا. طبعا بما إن هي انطوائية جدا وملهاش معارف ولا أصحاب، المتوقع إنها ترفض، لكنها بتوافق بكل سهولة وبتلعب حلو جدا وبتكسب في كل مرة، لدرجة إن المدرسة كلها بتكون مستغربة وبتكون شايفة إن ده حدث تاريخي والمدرسة مش بتعمل حاجة غير إن هي بتتفرج عليها. ومحدش مستغربها أصلا أكتر من أصحابها الاتنين، وحاسين إنها مش هي من كتر التغيير المفاجئ اللي بقت فيه ده. والولاد بيعجبوا بيها وطبعا سو يونين بيغير عليها منهم، والفصل بيفرح بيها طبعا لأنها كسبتهم وبيفضلوا يعزموها بقى. أصحابها بيسألوها إيه يعني سبب التغيير المفاجئ ده، هي مش بتعرف تقول لهم حاجة غير إن هي عملت كل ده علشان تلفت انتباه شخص في المدرسة، لأن الشخص اللي اتهجم عليها اللي قدرت تفتكر إن هو كان لابس نفس اليونيفورم بتاع المدرسة بتاعتهم. طبعا سو يونين بيتفاجئ جدا وبيقول لها إيه الغباء ده، المفروض تكوني بعيدة عن نظره عشان ما يأذيكيش تاني. بتقوله لا أنا بعمل كده عشان ألفت انتباهه وأعرف هو مين. طبعا هي بتقول أي حاجة بس علشان تتهرب من السؤال ده علشان شخصيتها الحقيقية ما تبانش، لأنها جونيا مش مينجو زي ما هما فاكرين. جونيا بتعرف إن النتائج طلعت النهاردة وبتروح علشان تشوفها وبتلاقي نفسها في المركز 131 وأنجيو طالع الأول على الفصل وبعديه على طول سو يونين، وبتشوف ان هم عيال شاطره ودحيحه بقى وكده، وبتروح علشان تطلب مساعدتهم وبتقرر ان هي تبعد عن سو يونين لانه دايما بتحس ان هو حبيبها، وبتطلب من انجيو ان هو يساعدها في المذاكره. ولما بترجع بقى بطلتنا بتوري لمامتها درجاتها وهي خايفه لان هي متوقعه ان هي طبعا تهزقها، لكن بالعكس بتفرح جدا لان هي اتقدمت 100 مستوى مره واحده. فبتقول ياه انا للدرجات دي كنت فاشله، ومن فرحتها بيها بتكافئها كمان بالفلوس، وبتقول لاخوها الصغير اتعلم من اختك. وتاني يوم بقى في المدرسة بعد ما بتنتهي الحصص بتروح جونيا وبتطلب من انجيو ان هو يذاكر لها، وفي نفس الوقت ده بيكون صاحبه عايز يلعب معاه كرة السلة، فبيقول لهم مش مشكلة هستناكم، ولانهم بيطولوا جدا في المذاكرة فبيسيبهم وبيمشي. انجيو بيفتكر قبل كده لما مينجو شافت قطة واعجبت بيها جدا وفضلت تأكلها، وشاف قطة ونادى عليها بما ان هي يعني بتحبهم، بتقول له جميلة وكل حاجة بس أنا بخاف منهم. في اللحظة دي أنجيو بيحس إن دي فعلا مش مينجو. وهم بقى في المدرسة سو يونين بتجيله ورقة من بنت وهم طبعا بيتوقعوا إن البنت دي هي كون مينجو، لكنها بتكون بنت تانية
البنت الجميلة اللي في الفصل دهيون بتروح وبتعترف له إنها معجبة بيه وبتحبه، وكان رد عليها إن هو مش بيبادلها نفس الشعور لأن هو مستني البنت المقدرة ليه. أنجيو بطلتنا بيراقبوه من بعيد، وبطلتنا بتستغرب جدا لأن ده كان نفس رد حبيبها لما يونجون في بنت راحت اعترفت له في الجامعة إنها بتحبه، ورد عليها نفس الرد ده بالظبط. وبعدين بقى بتلاقي إن في حد مصورها صور كتير جدا وباين كده إن هو بيراقبها. بتاخد الصور دي وبتروح لاصحابها فورا، وبيقرروا ان هم هيسالوا الصور دي اتطبعت في انهي استوديو، لكن بيقرروا ان هم ياجلوا الموضوع ده شويه لان هم عندهم مسابقه فنيه. وهم في المسابقه جونيا دايما بتحاول تكون بعيده عن سوهيون نيم لانها مش بتعرف تشيل عينيه من عينيها ابدا، حتى هو كمان بيحاول ما يفكرش فيها او يحبها. وبيروحوا سوا وبيوصلوها. وتاني يوم بقى في حصه الرياضه البنت الحربيه اللي هي بتحب سوهيون نيم بتقرر ان هي تصور بطلتنا وهي بتغير هدومها. وانجيو بيتضايق جدا لما بيعرف ان سوهيون نيم كان مخبي عليه ان هو هيسافر وهيكمل دراسته بره وما كانش قايل له، وبيزعل اكتر لما بيعرف ان هو كان معرف منجو من بدري. سوهيون نيم بيروح لبطلتنا وبيعترف لها بحبه. طبعا بيكون ردها عليه ان هما مجرد اصحاب مش اكتر، وكل ده منجو شايفاه وهي في المكان المحبوسه فيه. طبعا بعد ردها عليه وبعد اللي حصل حاول يبعد عنها. انجيو بيقرر ان هو يروح معاها وهي بتسأل على موضوع الصور لان خطر عليها تروح لوحدها. وهما ماشيين بتحاول تفهمه ان صاحبه سوهيون نيم مخباش عليه علشان مش معتبره صاحبه، بالعكس هو ما كانش عايزه يعرف علشان ما يزعلش في الفترة القصيرة اللي هما هيقضوها مع بعض. هو بيقول لها اذا كنت انتي لسه معجبة بيه وهو كمان معجب بيكي فليه ما تبقوش مع بعض الفترة القصيرة دي قبل ما يمشي. اخر ما بتزهق بقى بتجيبهم هما الاتنين وبتقول لهم الحقيقة وان هي مش منجو وجونيا من 2023. هما بيستغربوا جدا وهي بتقول لهم تمام هوريكوا دليل. بتوريهم الفرق ما بين خطها وخط منجو. طبعا هما مش بيصدقوها وبيفتكروا ان هي بتعمل كل ده بس علشان تصالحهم على بعض، بس لما هما الاتنين بيقعدوا مع بعض لوحدهم بيحسوا ان كلامها صح لان شخصيتها اتغيرت تماما. حتى انجيو بيقوله انا ما بقتش مشاعري تتحرك ناحيتها تاني زي الاول. بيقوله يا جدع ما كنت تتكلم من بدري، انا دايما كنت حاسس بالذنب بسببك. وبعدين بقى البنت اللي صورت جونيا دهيون اللي معاها في نفس الفصل بتعلق الصور اللي هي صورتها لها دي بالليل، وبيكون معاها 2 صحاب بيسيبوها، ولما بيرجعوا بقى مش بيلاقوها وبيفتكروا ان هي خلاص روحت كده قبلهم وسبقتهم. تاني يوم الصبح بيلاقوا البنت دي مقتولة في الفصل. طبعا بتيجي الشرطة والدنيا بتتقلب، والبنتين اللي كانوا متفقين معاها على موضوع الصور بيكونوا مرعوبين وبيكونوا فاكرين ان منجو هي اللي قتلتها. منجو بتشوفهم هما بيتكلموا وبتعرف منهم كل اللي حصل، وبتروح جري لاصحابها الاتنين، وطبعا ما ينفعش يتكلموا في المدرسه فبيروحوا بيت سوهيون نيم وبيتوقعوا ان القاتل اللي عمل كده هو نفس الشخص اللي هاجم منجو على راسها قبل كده، وبيستغربوا ازاي في اليوم ده ضربوا على راسها وكان عايز يأذيها والنهارده انتقم لها من موضوع الصور. ولما انجيو بيمشي جونيا بتكون قاعده وبتشوف حاجات سوهيون نيم، وفجأة بتلاقي نفس الرسمه اللي كان راسمها يونجون اللي كان قايل لها قبل كده ان دي رسمه واحده صاحبته. ولما بيجي بتقوله انا كنت عارفه ان انت يونجون من البدايه، وهي يا عيني ما صدقت. وفي نفس الوقت ده بتيجي صاحبتها وبتصحيها وبترجعها تاني ل 2023 وبتسيبها وبتجري فورا على كافيه ريكورد 27، وهي محتاره وبتسال خال منجو سوهيون نيم نفسه هو يونجون، وبتكون فاكره ان يونجون كمان دخل جسد سوهيون نيم لما هي كانت في جسد يونجون. وبيظهر قدامها وبيقول لها انا هعرفك كل حاجه، وهي مش عارفه اللي قدامها ده اذا كان حبيبها ولا سوهيون نيم. بياخدنا بقى المسلسل لأحداث 2002 لما سوهيون نيم رجع من نيويورك علشان يزور أنجيو في السجن، لكنه رفض يقابله وقرر قبل ما يمشي ان هو يسيب له فلوس. وهو راجع وراكب الباص بيسمع نفس الأغنية اللي على أساسها محور المسلسل كله. الباص اللي بيكون راكب فيه بيعمل حادثة، الباص بيتكسر وهو كمان بيتكسر، لكن لو على الأغنية والكاسيت فلا لسه موجودين. ولما بيفوق بقى بيلاقي نفسه قصاد 2، واحدة مامته وواحدة أخته، وبيندهوا باسم يونجون. ولما بيسأل على التاريخ اللي هو فيه بيكون 2007، وبيتأكد كده إن كلام منجو كان صح وإن فعلا دي ما كانتش منجو، كانت جونيا من 2023. ومش بيكون قادر يتأقلم على حياة حد تاني اللي هو بقى موجود فيها في يوم وليلة، ومش فاكر أصلا مين الاتنين اللي دايما معاه دول. ولما بيتحسن بيروح لخال منجو وبيسلم عليه وبيحكي له على كل اللي حصل معاه، وإن هو سوهيون نيم بس في جسد يونجون، وإن كلام منجو فعلا كان صح. وبيلوموا نفسهم إن هما ما صدقوش جونيا لما كانت في جسد منجو، وبيسألوا يعني إذا كان سمع عنه أي حاجة
من ساعة لما اتعرض للحادثة في 2002. وبيقول له كل اللي عرفته عنك ان انت دخلت المستشفى بعد حادثة خطيرة جدا. وبيدور على صفحة جونيا على الانترنت وبيلاقيها فعلا، وبيفضل يشوف صورها، وبيروح الجامعة عندها وبيفضل مستنيها طول اليوم قدام الجامعة، متأمل يا عيني ان هو يشوفها في اي بنت معدية، لحد ما الليل بيليل وبيروح علشان ياكل اي حاجة. وهو قاعد بياكل بيلاقيها قاعدة جنبه. طبعا مشيت لان هي ما تعرفوش. هو بيقرر يعيش حياة يون جون فعلا، وبيقرر ان هو يعيش جنب المكان اللي هيدرس فيه علشان يوفر الوقت اللي بيروح وبيرجع فيه. وبيروح لخال مين جو وبيقول له تقدر توفر لي شغل في مطعمك علشان اقدر اصرف على دراستي، لان هو قرر ان هو يدخل نفس الجامعة اللي موجودة فيها جونيا. وكانت خطته ان هو يعمل كل حاجة زي ما كانت قايلاله جونيا زمان، ويقدر يغير كل اللي حصل يوم 13 اكتوبر 1998. جونيا كانت قايلاله ان هو وهي اتقابلوا في الجامعة وحبوا بعض، فهو كان عاوز يعمل كل حاجة زي ما قالت له جونيا بالظبط. خال مين جو بيقبل طبعا ان هو يشتغل عنده، وكمان بيساعده في خطته ان هما يغيروا الماضي، وبيذاكر بجد واجتهاد. كمان بيروح اختبارات الكلية اللي عايز يدخلها اللي موجودة في نفس جامعة جونيا، كلية فنون، وبيتقبل فعلا وبيدخل نفس الجامعة. وبيروح طبعا لكلية جونيا إدارة الأعمال، وبتعدي قدامه وهي طبعا ما تعرفوش. بيروح وراها وبيفضل باصص لها، وبتفتكر ان هو عايز ينضم للنادي. بيكونوا بيعملوا نوادي كده للطلبة اللي لسه في سنة أولى الجدد. بتعرف اسمه وبتقوله انت عايز تنضم لنا، بيقول لها ايوه طبعا. بتاخد اسمه وبيعرفها ان هو في سنة أولى فنون جميلة، وهي بتعرفه ان هي في سنة تانية إدارة أعمال. ولما بيمشي بيرجع تاني ومش بيكون قادر يمسك نفسه أكتر من كده، وبيقول لها جونيا أنا معجب بيكي. بتقوله يا ابني هو أنت مجنون، احنا ما تقابلناش إلا من دقايق. يقول لها مش مهم تقابلنا امتى، أنا أصلا عارفك من قبل ما أقابلك. طبعا هي بتزعق فيه وبتهزقه وبتقوله أنا أصلا عندي حبيب، ثم لازم انت تحترمني بقى بما ان انا اكبر منك بسنة دراسية. هو طبعا بيستغرب جدا وبيقول امتى دي كان عندها حبيب اصلا. وبيجي فعلا الشاب اللي هي كانت بتتكلم عليه وبياخدها من ايديها علشان يروحوا يتغدوا سوا. طبعا بطلنا بياخد صدمة عمره، وبيروح على كليته هناك وبيقابل تشان يونج وبيتعرف عليه وبيتصاحبوا، وبيعرض عليه ان هو يجي معاه علشان النهاردة عنده ديت مع بنات من كلية إدارة الأعمال. أول لما بيعرف إن فيها كلية إدارة الأعمال فبيروح فورا وبيسأل البنات اللي هم قاعدين معاهم عن جونيا، وهم طبعا ما يعرفوش لأن هم لسه في سنة أولى. وبتيجي جونيا بقى في نفس اللحظة وبتطلع إن هي بتكون شغالة في المطعم ده. هي طبعا أول ما بتشوفه بتقوله يا المجنون تاني، فبتسأل البنات انتوا شكلكوا في نفس الجامعة بتاعتي. بيقولوا لها أيوة، خرجنا كلنا في موعد جماعي مع بعض. فهي بتبص كده ليون جون اللي هو مش غريب عليا إن انت تكون واحد بتاع بنات أصلا. هو بيحاول يبرر الموقف لكن هي طبعا مش بتصدقه ولا بتهتم. صاحبه طبعا بيفضل يلومه ان هو ضيع عليه 3 بنات، بس اللي بيكون همه ان هو مستني جونيا قدام المطعم علشان يوضح لها سوء التفاهم اللي حصل. وبعد ما كان قاعد مستني كل ده بيخرج حبيبها وبياخدها وبيروحوا ياكلوا. طبعا بيروح علشان يحكي لخال مينجو وهو متعصب ازاي عندها حبيب، وان هي اصلا ما قالتلوش حاجه زي كده لما راحت له في الماضي. وهو بيكون محبط جدا لان هي ما تعرفوش، وهو غرقان وعايش في ذكريات الماضي، وبيكون يأسان وبيقول حتى هي ما عندهاش نفس الذكريات دي. لكن خال مينجو بيقوله ما تقلقش لان كل ده ما حصلش، لسه هيحصل قدام. ويفتكر لما كانت بتقوله في الماضي ان يونجون دايما كان مهتم بتفاصيلها من اول دقيقه شافها فيها. وافتكر لما كانت بتقوله ان دايما كانوا بيتقابلوا صدفه، وكمان اشتغل في نفس المكان اللي هي كانت بتشتغل فيه. ومع الوقت اتعرفوا على بعض اكتر وقربوا من بعض وحبوا بعض، وجري بسرعة علشان ينفذ اللي هي كانت بتقوله عليه. ودخل محاضرة عندها في الكلية. وكمان لما بتروح الشغل المدير بيقولها رحبي بزميلك الجديد يونجون، هيبدأ معانا الشغل من النهاردة. بتقوله انت مش هنا علشان تشتغل، انت هنا عشاني صح؟ بيقولها بصراحة كده ايوه. بيقولها لو مش مرتاحة لوجودي هنا انا ممكن استقيل وامشي. بتقوله لا ملهاش لازمة، كده كده انت مش هتستحمل ضغط الشغل هنا، ومفيش حد هنا بيكمل اسبوع وبيمشي. وهو بيتمرمط في الشغل الجديد ده وهي كمان بتزودها عليه. انا حبيت افكركم بس ان كل اللي بيحصل واللي احنا بنحكيه ده في 2008، بداية قصة حب يونجون وجونيا اللي هما في الاساس كانوا في 1998. بس بقى في وسط ما احنا في الحلقة دي اللي بيحصل بقى ان خال مينجو بيتواصل مع سيريون نيم وبيطمنه ان كل حاجة بتحصل
زي ما كانت جونيا قايلة زمان، وإن فعلا يون جون دخل الكلية اللي موجودة فيها جونيا عشان يتعرف عليها. وأنا الحقيقة مش فاهمة هو بيتواصل معاه من المستقبل ولا إيه، بس هي دي أحداث المسلسل وأنا بنقلها زي المسلسل بالظبط. وكمان أحداث المسلسل بتاخدنا ل 2006 لما أنجيو بيخرج من السجن وبيحكي لصاحبه إزاي هو اتعرض لحادثة وفضل في غيبوبة 3 أسابيع، ومن ساعة ما فاق ورجليه بقت مصابة بالشكل ده وبيتحرك على عكاز. وبيطمنوا على جدته ان هي كانت دايما عايشة على امل انه هيخرج وتشوفه. انجي بيقول له هو انت ليه بتتكلم كده كأن مفيش حاجة حصلت؟ ما تنساش انا اللي قتلت منجو، المفروض تستحقرني مش تعاملني كصاحبك. بيقول له انت مهما قلت انا متأكد ان انت عمرك ما تقتل منجو او تعمل كده. ولان سويونيم عارف المستقبل فكان من ضمن الحاجات اللي هو كان محتفظ بيها وكل الاحداث اللي حصلت في الماضي والحاضر والمستقبل ان انجيو انتحر، بس هو كان مستعد يعمل اي حاجة عشان يغير الماضي وده ما يحصلش. وبنرجع تاني بقى لأحداث قصة الحب اللي ما بين جونيا ويون جون. بس انا حبيت افكركم ان ده مش يون جون وهو نفس سوهيون نيم وجاي من الماضي. وبتشوف جونيا وهو بيساعد ست كبيرة وبيوصلها وبيشلها الحاجات، وهي اخيرا بتغير فكرتها عنه وبتشوف ان هو قد ايه لطيف. وبعدين بقى بيجي حبيب جونيا وبيقول لها فاكره الولد ده اللي كان عايز ينضم للنادي بتاعنا، يا ريت تخليه يملى الاستماره. طبعا هو بيعمل كل ده علشان يقرب منها، وهي اخيرا بتتقبله وبيبقوا اصحاب. وبيطلب منها المدير الشغل ان هي تيجي النهارده، مع ان النهارده بيكون يوم اجازتها وده كمان نفس يوم عيد ميلادها، المفروض تروح تحتفل بيه مع حبيبها. طبعا بيقول لها تروح تحتفل وتقضي عيد ميلادها براحتها وان هو هيشتغل بدلها. بيروح فعلا وهي بتروح برضو الشغل، وبيستغرب ان هي جت وبيقول لها مش المفروض تروحي تحتفلي مع حبيبك؟ بيكون معاهم شغل فما بيعرفوش يتكلموا، بتقول له هنتكلم بعدين. بينتهي وقت الشغل وبيجري بسرعة وبيقول لها يا ريت تستني دقيقة. بيجري بسرعة علشان يجيب لها تورته ويحتفل بعيد ميلادها، بس لما بيرجع مش بيلاقيها. راحت فين بقى؟ بتكون راحت لحبيبها لان هو اتصل بيها. بتروح وبتلاقيه قاعد مع واحدة تانية وبيقول لها ان دي الاكس بتاعته وهو رجع لها. بتضربه بالقلم وبتهزاه وبتقوله انت جبتني لحد هنا قدامها علشان تقولي كده وتضايقني قدامها. بتسيبه طبعا وهي منهارة وبيتصل بيها بطلنا بيقولها انا مش هزعجك لان انت اكيد دلوقتي مع حبيبك. بتقوله لا، انت كنت عايزني في ايه قبل ما امشي؟ بيقولها انا كنت عاوز احتفل معاكي بعيد ميلادك واتمنى لك عيد ميلاد سعيد. تظهر قدامه وبتقوله ايه رايك تتمنى لي عيد ميلاد سعيد ونحتفل سوا. يقعدوا مع بعض في المطعم وبيطفوا الشمع سوا. بتحكي له على حبيبها وعلى اللي عمله، بيتعصب وبيفضل يشتم عليه، وكمان بيتعصب اكتر لما بيعرف هي ليه اصلا ارتبطت بيه، ولان هو كان حنون جدا وكويس مع الاطفال، وكان بيفكرها بشاب كان بيساعدها وهي صغيرة، وكمان كان بيشتري لها الاكل وهي بتحبه من وقت ما كانت عايشة مع جدتها وهي صغيرة. سيونين بيفتكرها على طول لما البنت دي وهي صغيرة قالت له افتكر اسمي، وقالت له ان هي اسمها جونيا. بتقول له انا قلت له ان هو يفتكر اسمي بس اكيد هو نسيه، انا كمان نسيت شكله، لكن انا كنت بحب الولد ده جدا وانا صغيره وارتبطت بالولد ده لانه كان بيفكرني بيه. هو هنا طبعا بيفرح خلاص ان هي بقت معاه وانفصلت عن حبيبها لان هو كده هيكون معاها براحته، لكن هي بتقول له في احلامك انا مقرره اصلا ان انا ما ارتبطش تاني. قبل بقى ما بتمشي بيديلها هديه عيد ميلادها اللي بتكون عباره عن حلق، وهو جنبها دايما في كل خطوه. وفي يوم بتغيب وصاحبتها بتقوله ان هي تعبانه بس النهارده مش هتقدر تروح تشوفها، فبيقول لها خلاص هروح اشوفها انا. بيروح وبيخبط على الباب، بترد عليه لكن اول ما بتيجي تفتح بيغمى عليها، فبيكلم صاحبتها علشان يعرف منها باسورد البيت وبيقدر يدخل. بياخدها على المستشفى وبيفضل جنبها لحد ما تبقى كويسه، وبعدين بيوصلها لحد البيت وهو بيستنى لحد ما تدخل البيت علشان يطمن ان هي دخلت وبعدين يمشي. لكن هي بترجع له تاني وبتقول له النهارده اول يوم. بيقول لها اول يوم ليه؟ بتقول له اول يوم لارتباطنا. هو بيفرح جدا وما بيكونش مصدق وبياخدها بالحضن. وهنا بقى ابتدت قصه حبهم وكانوا مع بعض. بنرجع تاني بقى لاحداث 2023 لما جينيا شافت الشخص ده في الكافيه وما كانتش عارفه ده اذا كان سوهيون نيم ولا يون جون، بس بعد الاحداث اللي احنا شفناها مع بعض دي كلها ده كده اكيد سوهيون نيم. والشخص اللي كان معاها من 2008 لحد 2023 اللي هو المفروض يون جون ده كان سوهيون نيم بس في جسد يون جون. وهي اول ما بتشوفه ما بتكونش مصدقه ان هو خلاص رجع تاني للحياه وشافته قدامها، بتحضنه على طول. بيرجعوا البيت سوا وبيفتكروا ازاي اسسوا البيت ده مع بعض، وبيقول لها انا كنت فاكر ان احنا هنعيش في سعاده للابد لحد اليوم اللي انت قررتي تسافري فيه. في اليوم ده برضه هو قرر ان هو يسافر وراها. كان قاعد في المطار ومستني الطياره، بس المفروض ان هو قابل نفسه، انا مش فاهمه ازاي، بس المفروض ان جاله سوهيون نيم من زمنه علشان يحذره ان هو لو ركب الطياره دي هتتقلب بيه وكده هيموت.
ورغم ان هو كان عارف ان ده اللي هيحصل، قرر برضه ان هو يركب نفس الطيارة، عشان ان هو لو ما عملش كده جونيا مش هترجع ل 1998 علشان تقابله، اللي هي اساس قصتهم اصلا وبدايتها. واللي عرفوا وقتها قبل ما يركب الطيارة ان هو لما هيركب الطيارة جسد يون جون هو اللي هيموت، لكن روحه هترجع تاني في جسده الاصلي في 2002 بعد ما عمل الحادثة. وبعد فعلا لما الطيارة اتقلبت رجع لجسده الاصلي في 2002 بعد غيبوبة دامت لمدة 3 أسابيع، ومر بفترة علاج طويلة جدا، وخد وقت طويل لحد ما قدر ان هو يتحرك حتى على عصايه. لما جونيا بقى بتسأله عن انجيو صاحبه بيقول لها المفروض ان هو لقى من جو ميتة على ايده، واعترف وقتها ان هو اللي قتلها، ودخل السجن لمدة 9 سنين. ولما خرج في 2006 جدته كانت مريضة وتوفت، وبعد ما توفت جدته انتحر في نفس المكان اللي ماتت فيه من جو، مع انه كان عارف كل اللي هيحصل ده وحاول على قد ما يقدر ان هو يمنعه، لكن كل حاجة حصلت زي ما هي، وبيعرفوا ان كل ده كان قدرهم من البداية. هي بتقوله طبعا يستحيل يكون انجيو هو اللي قتل منجو، كمان انتحر وهي متأكدة ان في حاجة غلط، وبتقوله انت عملت كل اللي عليك عشان تقدر تغير الماضي وما قدرتش، دلوقتي انا المفروض اتحرك، ايه المطلوب مني؟ بيقول لها المطلوب منك انك ترجعي 1998 وتحاولي تنقذي منجو بأي طريقة. بتنام جنبه وبتستعد وبتسمع الأغنية علشان ترجع ل 1998، لكن محاولتها بتفشل، وبتصحى وبتلاقي نفسها لسه في 2023. مش بتلاقي حبيبها جنبها، فبتجري بسرعة وبتحضنه، وبتكون خايفة لكل اللي حصل معاها ده يطلع حلم وان هو ما كانش معاها بجد. بيروحوا لخال منجو، بيكونوا كلهم مستغربين ازاي هي سمعت الأغنية وما رجعتش بالزمن ل 1998، وبيقولوا لنفسهم اكيد في لغز احنا لسه مش فاهمينه، وبيفكروا مع بعض كلهم ازاي في واحد قتل بنتين في شهرين في نفس المدرسة، اكيد هو كده سفاح، وبعدها ما قتلش حد تاني، واحد زيه كان اكيد مش هيوقف جرايم. جونيا بتقول اكيد هو وقف لان في حاجة حصلت معاه منعته بعد كده. حبيبها بقى بيقرر ان هو يروح المدرسة علشان يسأل هناك اذا كان في حاجة حصلت بعد الفترة اللي ماتت فيها منجو غريبة. بيروح فعلا وبيقابل المدرس الفصل بتاعه وبيسأله اذا كان في حاجة حصلت بعد موت منجو او حد اتنقل من المدرسة او حاجة حصلت غريبة يعني. المدرس بيفتكر ان في حاجة غريبة حصلت فعلا بعد لما ماتت منجو، ان في ولد تاني في فصل غير اللي هم كانوا موجودين فيه دخل مصحة نفسية، واسم الولد ده هو تشان هاي، والولد دوت شبه صاحب يون جون جدا تشان يونج. وتشان يونج بقى صاحب يون جون بيكون في نفس الوقت ده راح لجونيا البيت علشان يجيب لها الكرسي بتاع يون جون اللي هو كان بيعمله. بيلاقيها بتقرا عن النت جريمة قتل بنتين في مدرسة في 1998، فبيسألها انت ليه بتقري الحاجات دي هتزود من كوابيسك وأرقك. هي بتقوله انا هقولك حاجة، فاكر الحلم اللي انا قلتلك عليه ان انا قابلت فيه يون جون؟ بيقول لها ايوه فاكر. بتقوله ده ما كانش حلم، انا قابلته فعلا ورجعت بالزمن ل 1998. بيستغرب وبيسألها ازاي رجعتي للزمن ده؟ بتقوله كنت كل ما بسمع الأغنية في الكاسيت ده كنت برجع بالزمن ل 1998. الغريب بقى ان هو بيصدقها وبيستوعب القصة كلها، وبيخليها تقوم علشان تجيب له كوباية قهوة. وبيفتكر لما كان صغير وشافت صورة كوم من جو مع أخوه الكبير تشان هاي لأنه كان معجب بيها. الولد الصغير ده بيكون تفكيره غريب جدا، بيقوله لو انت معجب بيها بجد فايه رأيك لو انت تملكها. تفكيره بيكون دموي، وبيقوله تعمل منها يعني عينة بيولوجية وتبقى ملكك زي الفراشات كده. أخوه الكبير بيقوله انت أهبل يا ابني، احنا بشر مش حشرات، وبعدين انت لو بتحب حد ما ينفعش ابدا تأذي اللي بتحبه. في الوقت ده بيكون افتكر كل حاجة، ومين اللي قتل الشخصين في المدرسة منجو ودو هيون. وسو يون كان بيتصل بجونيا وهو في الطريق علشان يعرفها مين اللي قتل البنتين في المدرسة، بس للأسف الموبايل كان في ايد تشان يونج وكنسل عليه وقفل تليفونها. واللي عرفه بقى سو يون من المدرس ان تشان هوي ده كان انطوائي وهادي، وشاف في الملف ان تشان يونج يبقى اخوه الصغير. وساعتها بقى سو يون اتصل بخال منجو وعرفه كل حاجة، وكمان بعت له السجلات اللي شافها في المدرسة، وكان بيستعد علشان يروح لجونيا ويعرفها ويقول لها كل حاجة. في نفس الوقت ده بيكون تشان يونج بيسمع الأغنية، بتصحي جونيا وبيفوق وبتشكره لأن هو صدقها، وبيقول لها ده أنا المفروض إن أنا أشكرك لأن بفضلك عرفت إيه اللي حصل لي أنا وأخويا وقتها. وبيتهجم عليها وبيخنقها لحد ما بتفقد الوعي. واللي حصل بقى معاه لما هي قامت علشان تجيب له كوباية القهوة، سمع الأغنية ورجع لزمن 1998 وقت الحادثة اللي حصلت مع منجو لما كانت بتحاول توقف تاكسي. في نفس الوقت ده بقى تشان يونج فاق في جسم أخوه الكبير. منجو بتكون فاكرة إن هو اللي أنقذها من إن التاكسي كان هيخبطها، وقبل ما بتمشي قال إن هو هيوصلها علشان خايف عليها لا تمشي وحدها في وقت زي ده، وقال لها كمان هاخدك في طريق مختصر
وساعتها هتهجم عليها وحاول يموتها وهي بتجري منه وضربها على راسها وفقدت الوعي، ولسه هيخلص عليها جونيا فوقته ورجعته تاني ل 2023. المصيبة بقى ان الولد الدموي الشرير ده اول لما شاف جونيا لاول مرة في المطعم افتكرها ان هي نفسها البنت منجو اللي شافها في الصورة مع اخوه الكبير، لكن لما شاف جرأتها وشخصيتها اتأكد ان هي مش دي. وبعدين وصل سويونيم ولقى جونيا مغمى عليها، اتصل فورا بالاسعاف. تشان يونج كان مستخبي، ولما بيخرج سويونيم بيشوف معاه الكاسيت بيعرف ان هو ورا كل المصايب دي، وهو اللي قتل دوهيون ومينجو. بينزل فيه ضرب، لكن في الاخر برضه تشان يونج بيقتله. واول لما بيسمع صوت البوليس بيهرب بسرعه وبياخد معاه المذكرات والكاسيت. ولما بيرجع بقى بيقعد بكل برود وبيسمع الاغنيه وبيرجع تاني ل 1998 وقت ما كان هيموت مينجو، لكن بيمشي، وقبل ما بيمشي بيرمي مكانها سماعه انجيو. وبيرجع البيت وبيقابل اخوه الصغير وبيقول له انا انت من المستقبل، وتفكيرك كله كان صح، ان احنا لازم نعمل عينه بيولوجيه من الحاجه اللي احنا بنحبها. وكمان بيعرفه ان هو لازم يخبي شخصيته دي لما يكبر ومحدش يشك فيه ابدا. وبيقول له انا محضر لك مفاجاه، والعينه البيولوجيه الحلوه اللي انا هعملها هبقى اخدك معايا فيها. وبياخده معاه فعلا وبيدخلوا المدرسه وبيربطوا دوهيون البنت اللي في نفس فصل منجو وبيقتلها قدامه. الولد بيكون يا عيني مرعوب من كتر اللي اخوه بيعمله وبيشوفه، وكان بيترعش وخايف. بنرجع بقى لجونيا لما انهارت لان سوهيونيم مات، وموته ده كان بسببها. كانت حاسه بالذنب جدا. عرفت كل حاجه لخال مينجو، وراها الرساله اللي بعتها سوهيونيم لاخوه تشان يونج الكبير، وبيروح المستشفى النفسيه عشان يشوفوه. بتفضل تكلمه لكنه ما بيردش عليها، واول لما بيبصلها بيفتكرها ان هي منجو، بيقول لها مش انا اللي عملت فيكي كده ابدا صدقيني. بنعرف بقى ان هو اتجنن من اللي حصل وشافه لما عمله خارج عن ارادته، لما اخوه الصغير كان في جسده وقتل البنت في المدرسه دوهيون. كل ده حصل بسبب ان جونيا قالت لتشان يونج، وهو افتكر ورجع تاني بالزمن وعمل اللي عمله. هي بتقول انا كده السبب في كل حاجه من غير ما اقصد، قلت كل حاجه لتشان يونج وانا السبب في موت سوهيونيم. بتكون يا عيني منهاره. خال مينجو بيقول لها انت مالكيش ذنب، كل اللي عمل ده هو تشان يونج. بيرجعوا تاني للشرطه لانهم خلاص مسكوا تشان يونج. واول لما جونيا بتروح هناك بتسال على مشغل الكاسيت اللي كان معاه، بس بيقولوا لها ان هو اتكسر لان هما لما راحوا علشان يقبضوا عليه كان قاعد بيسمع الاغنيه، ولما مسكوه كسروا في الارض. الشرطه بيديهولها. في نفس اللحظه دي بتشوفه وهم واخدينه، بتجري وبتمسك فيه وبتضربه وهي منهاره. بيقول لها هو انت فاكره ان انا اللي عملت كده في منجو؟ انت اللي قتلتيها مش انا. دنيا بتاخد مشغل الكاسيت عند كذا محل علشان تصلحه، واخيرا في واحد فعلا بيعرف يصلحه لها. هي بتكون مستعدة تعمل أي حاجة علشان ترجع حبيبها تاني للحياة. بترجع بيتها وبتحط السماعة في ودنها وبتقعد وبتسمع الأغنية، وبترجع فعلا ل 1998 تاني، لنفس اللحظة الأخيرة اللي كانت فيها هناك لما شافت الرسمة بتاعتها في بيت سوهيونيم. مش بتكون قادرة تصدق إن هي خلاص شافته قدامها تاني، وبتجري عليه وبتحضنه. بيوصلها البيت، وقبل ما بتدخل البيت بتقوله إن هي رجعت ل 2023 ومصدقتش لما رجعت تاني ل 1998 وشافته، عشان كده عيطت وحضنته. بس لما بتدخل البيت بقى وبتدخل اوضتها بترجع تاني مينجو لجسدها، وجونيا هي اللي بتكون محبوسة في المكان اللي كانت موجودة فيه مينجو قبلها. بتفضل تنده عليها وهي مستغربة هي فين. مينجو بتتجاهلها وبتقرر ان هي تمثل وتعمل تصرفات جونيا بالظبط. في المدرسة بقى المدرس بيطلب منها ان هي تقابل المستشار علشان يحقق معاها بخصوص موت زميلتها في الفصل دوهيون. بتقول ان هي ما تعرفش اي حاجة وبتكون مرتبكة جدا وهي بتتكلم معاه، وهو بيستغرب ازاي شخصيتها اتغيرت كده من البنت الجريئة اللي جت علشان تدافع عن زميلها انجيو، ودلوقتي بنت هادية وخايفة ومرتبكة كده ومش عارفة ترد عليه ولا تنطق حتى. بتدخل الحمام وبتفضل تقول انا فضلت وانا مكانك كده يا جونيا اتدرب كتير قوي عشان ابقى زيك. جونيا بتتفاجئ ان هي سامعاها وشايفاها، وبتقول لها ايوه طبعا شايفاكي وسامعاكي، انا كنت مكانك كده لما انت كنت في حياتي، بس مش مشكله لو لسه هتدرب تاني عشان ابقى زيك وهتدرب اكتر وهقلدك. جونيا بتحاول تفهمها ان ده مش الوقت المناسب لكل اللي بتعمله ده، وان هي لازم تقول لسوهيونيم ان تشان يونج هيقتلها، لكن هي بتتجاهلها وبتسيبها وبتمشي ومبتردش عليها، لان هي مبسوطه ان سوهيونيم اخيرا اعجب بيها وحبها وبقى جنبها دايما. بيوصلها بقى وبيجيب لها هديه، وبتطلع وهي فرحانه اخيرا ان حب حياتها سوهيونيم بقى معاها،
وقاعدة بتكتب في مذكراتها قد ايه هي فرحانة. بتستغرب جونيا لانها ما قرتش الكلام ده في المذكرات قبل كده، بس من جو بتقطع الورقة وفي الصفحة اللي بعدها بتكتب ان الولد ده هو نفسه يونجون. جونيا بتقول لها انت ليه كتبت كده؟ بتقول لها انا كتبت كده قصد عشان ترجعي ل 1998 تاني وتخلي سويونيم يكمل اعجابه بيكي ويحبك على اساس ان انا. بتقف قدام المراية وبتقولها لان من غيرك سويونيم عمره ما كان هيعبرني او هيعتبرني اصلا موجودة. من جو كل اللي همها ان سويونيم يبقى معاها ويحبها حتى لو هي هتعيش وتكمل حياتها على اساس ان هي جونيا. جونيا بتحاول تتكلم معاها تاني وبتقولها لازم يوم 13 اكتوبر تكوني بعيدة عن تشان يونج لانه هيقتلك. من جو بتقولها ما تقلقيش انا مش هموت بالسهولة دي. بتحاول تفهمها ان مش بس هي اللي هتموت، كمان انجيو وسويونيم وهي لازم تمنع موتهم هما التلاتة. بس من جو اصلا في عالم تاني ومش مستوعبه اللي بتقوله جونيا. من جو بعد المدرسه بتاخد معاها كاميرا خالها وبتقول لاصحابها ايه رايكم النهارده نروح ملاهي. بيخرجوا كلهم وبيتبسطوا سوا وفرحانه طبعا لان معاها سويونيم. ولما بيروحوا الاستوديو علشان تطبع الصور بتسيب اسمها ورقمها. سويونيم بيشك فيها ان دي مش جونيا من تصرفاتها. وفي المدرسه كمان بعد اليوم الدراسي بتقول لهم تعالوا النهارده بقى نروح نحضر فيلم في السينما، بس سويونيم بيقول لها ان هو مش حابب يروح. انجيو بيروح وبيتكلم معاه. سويونيم بيقول له انا حاسس ان دي مش جونيا وانها من جو ورجعت تاني، لان المفروض دلوقتي تكون مهتمه بمين اللي اتهجم عليها، وهي دايما كانت مهتمه بالموضوع ده وعايزه تعرف مين. اما دلوقتي ما بقتش تفكر في الموضوع ولا تجيب سيرته اصلا. وكمان حاسس ان دي من جو بتحاول تقلد جونيا. هي بتكون واقفه بره على باب الفصل وسامعاهم وهما بيتكلموا. انجيو بيقول له هو انت صدقت القصه الهبله اللي قالت لك عليها من جو ان هي يعني جونيا من 2023؟ انا عملت نفسي مصدق بس علشان تتقبلها وتعجب بيها زي ما هي معجبه بيه. وكمان بيقول له ان هي عملت كل ده ومثلت عليه ان هي شخصيه تانية علشان يحبها ويعجب بيها، لكن هو بيكون حاسس دايما ان فعلا كان في واحده تانية اسمها جونيا ودي ما كانتش من جو ولا بتمثل ولا حاجة. ولما بيرجع البيت بيقارن خطها اللي كتبته على الصورة والخط اللي مكتوب على شريط الكاسيت وبيكون مختلف، وهنا بيتأكد ان دي جونيا وكانت موجودة فعلا. شان يونج بقى بيروح المحل وبيتأكد ان من جو رجعت تاني وبدل ماشي وراها، لكن لما بيظهر قدامها سوهيونيم بيبعد عنها. بيواجهها بقى وبيقول لها انتي مش جونيا وانتي من جو صح ورجعتي. هي في الاول بتقوله لا انا جونيا، ولما بيكون خلاص كشفها وبيوريها خطها المختلف عن خط جونيا بتقوله ان هي مثلت عليه كل ده علشان يحبها. جونيا بتبقى شايفاهم وبتتحايل عليها تقوله الحقيقة، طبعا ولا هي هنا بتفضل مصممة ان هي ألفت القصة بتاعت جونيا ويونجون دي علشان يحبها. هو طبعا بيزعل جدا لانه مش مصدق وكمان نفسه جونيا ترجع. من جو بيكون صعب عليها جدا ان هي تقلد جونيا مهما حاولت، فبترجع تاني لشخصيتها الأصلية. أخوها أول لما بيشوفها بيقولها مالك كده كأنك رجعتي لشخصيتك القديمة، خليكي في شخصيتك الجديدة لأن أنا حبيتها جدا واوعي ترجعي زي زمان. حتى أصحابها في المدرسة كمان بيقولوا لها اوعي ترجعي شخصيتك القديمة، احنا حبينا شخصيتك الجديدة جدا. سويونيم بيطلب منها ان هي ما تبصلوش تاني بنظرة جونيا وبيتجاهلها وبيبعد عنها تماما. هي طبعا بتكون زعلانة، بتطلع فوق السطح وهي منهارة وبتكلم جونيا وبتقول لها انت اكيد شايفه كل اللي بيحصل معايا بسببك. جونيا بتعتذر منها، بتقول لها لا ما تعتذريش، انا المفروض اشكرك لانك خليتيني محبوبه ومقبوله ما بين الكل. جونيا بتفضل تعتذر ليها وبتكون خايفه لا تنتحر. من جو بتقول لها ما تقلقيش انا مش هنتحر لاني لو انتحرت هيشفقوا عليا وانا مش عاوزه كده، يومين او 3 وهينسوني، لكن لو اتقتلت هيفضلوا فاكريني دايما وهصعب عليهم. وجونيا هنا بقى بتفتكر كلام تشان يونج لما قال لها ان هي السبب في قتل منجو. انجيو بيكون شايفها من بعيد وبيقدر يعرف هي بتقول ايه لان هو بيعرف يقرا الشفايف. بيجري بسرعه وبيكون فاكرها ان هي هتنط من فوق بس بيلاقي شنطتها ومش بيلاقيها. هي بقى بتروح لتشان يونج برجليها علشان يقتلها. انجيو بيروح لسويونيم وبيقول له على كل اللي قالته منجو وهي فوق السطح، وكمان بيفتكروا كلام جونيا لما قالت ان منجو هتتقتل يوم 13 اكتوبر وكل واحد فيهم بياخد طريقه علشان يدوروا عليها، لكنهم مش بيلاقوها. هما الاتنين بيجي في بالهم نفس المكان اللي اتهجم عليها تشان يونج فيه لأول مرة. في الوقت ده بيكون تشان يونج خلاص خدها هناك وبيكونوا بقوا في الليل. جونيا بتحاول تفوقها وهي ولا هي هنا. تشان يونج لسه هيموتها بيفوق وبيرجع ل 2023
لما الشرطة قبضت عليه. وتشاو يونج بيخرج من جسد اخوه وبيجري بسرعة وبيقول لها انا مستحيل اعمل فيكي كده. بتبقى عايزة تنتحر وبيجي انجيو بيحاول يمنعها ويفهمها قد ايه هو بيحبها، وكان بيتضايق جدا لما كانت بتبقى مع سهيون نيم، بس هي مش بتسمع منه وبترمي نفسها وبينزل وبتكون مرمية على ايديه. ولما بيلاقيه بطلنا انجيو بيقوله ان هو اللي قتلها، وبتيجي الشرطة وبياخدوا انجيو، وهو طبعا عمل كده علشان امنيتها الاخيرة تتحقق ان محدش يشفق عليها. وبتفوق جونيا تاني ل 2023 وهي منهارة وبتعيط لانها ما قدرتش تنقذها، وان هي كمان كانت سبب في ان هي تنتحر. بتركب العربية بتاعتها وبتتمشى بيها وبتحاول ترجع تاني بالزمن ل 1998. بتكون مش مصدقة ان دي معقولة النهاية. تسمع الأغنية تاني وبترجع فعلا ل 1998 وخلاص كانت لسه هتقع، بس انجيو أنقذها. بتحضنه وبتشكره جدا وبتقوله انت أنقذت منجو. وبتجري على سوهي النيم لأول لما بيشوفها بيعرفها على طول وبيقول لها انت جونيا رجعتي صح، وبياخدها بالحضن وبتحكي لهم على كل اللي حصل. وانجيو بيسأل على منجو. جونيا بتقوله ان هي في امان وهترجع قريب، بس لازم تعمل كام حاجة كده قبل ما تمشي وكل حاجة هترجع لأصلها. سوهي النيم بيقول لها كده ادام الماضي اتغير يبقى اكيد المستقبل هيتغير، وانا مش هقابلك في الجامعة ولا هنحب بعض. هو طبعا بيكون زعلان لانهم هيفترقوا ومش هيشوفها تاني. بتودع خالها وبتشكره لانه ساعدها، وكمان بتعرف منجو انها مش محتاجة تحاول تغير من نفسها علشان حد يحبها او يتقبلها، وان هي جميلة وحواليها ناس كتير بتحبها. وبتودع برضو عيلة منجو كمان، وبتسيب لخال منجو رسالة ان هي هتاخد اجازة النهاردة علشان هتخرج، وكمان بتقوله انصحك تتعلم تعمل قهوة كويس علشان في المستقبل هتفتح كافيه. وبتاخد مشغل الكاسيت وبتروح لانجيو وبتقوله ان هو يتخلص منهم تماما، وكده كل حاجة هترجع لأصلها. ومع ان ده معناه ان هي وسويونيم مش هيفتكروا بعض اصلا لان كل حاجة حصلت هتتبخر. وبتقضي بقى اخر وقت مع حبيبها وبيخرجوا سوا وبيتفسحوا وبيكونوا مبسوطين جدا مع بعض. سويونيم بيقول لها في نهاية اليوم ان هم خلاص كده مش هيفتكروا بعض وكل حاجة هتختفي، وبيوعدها كمان رغم كل ده اكيد هيلاقيها وهيحبوا بعض تاني. في نفس الوقت ده انجيو بيحرق مشغل الكاسيت وكل حاجة بتختفي في الماضي والمستقبل، وهما الاتنين كمان بينسوا كل حاجة. وبنوصل بقى لنقطة البداية كل شيء لما كانت منجو في المستشفى، وبتفوق وبتلاقي انجيو جنبها وكمان بيبقوا مع بعض وبتتقبل انجيو. وبعدين بقى بتيجي سنة 2011 وبيكون سويونيم راكب الباص، وجونيا كمان بتكون راكبة نفس الباص ده. بتشتغل الأغنية نفسها اللي هي على أساسها محور المسلسل كله، وبيلاقي جونيا بتغني وبتردد مع الأغنية، فبيبص لها كده وبيقول لها انتي منجو. بعدين بيعتذر لها وبيقول لها أنا آسف، شبه واحدة أعرفها. وهي بتنزل من الباص وهو ما بيترددش طبعا ان هو ينزل وراها رغم ان هو ما يعرفش، بس قلبه حس بيها وبيروح لها. وبينتهي المسلسل على كده. لو وصلتوا لحد الدقيقة دي فعايزة اشكركم جدا جدا، وانا حقيقي تعبت في المسلسل ده، فاتأكدوا ان انتوا تكونوا عاملين لايك ومشتركين في القناة. اشوفكم الملخص الجاي، سلام.